الخوت والخواتات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا مزيانين وتكونوا في صحه جيده. ومرحبا بكم في عالم القصص مع اسامه، واليوم في قصه جديده. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هبطوا خليونا لايك ديالكم وكومونتير، واللي جديد معنا في القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. يلا الخوت ولا ما نطول عليكم، ليكيد ديالكم شيكوان هذا مزيان، صلوا على سيدنا محمد العدنان ومشينا لعشران. الواحد في هاد الحياة كيصيبو بزاف ديال الحوايج، وشي حوايج كيكون بنادم عارفهم وشي حوايج لا، ولكن بعض المرات بنادم كيعرض راسو للخطر هو ما كيكونش عارف، اولا كيكون جاهل، اولا كتكون عنده نية حسنة. وقصتنا ديال اليوم هي من هاد النوع هذا. والعمل واحد الحاجة اللي مزيانة، ولكن الروتين ديالو كيملك وكيخليك تحتاج انك ترتاح وتغير الجو. كتدوز عام كامل ديال الخدمة وكيكون عندك واحد الشهير في العام، كتحاول على انك تدوزو في الرفاهية وتحاول تنسى دوك الايامات ديال الخدمة، حيت ايامات كيكونوا مملين وكيتعاود نفس النهار هو. هاد الشي هذا الا كان عندك شي مرة في الدار اللي غتحس بيك، ولكن انا العكس. كانت عندي مراتي شادة معايا الضد، فوق كندخل الدار كتبدا عليا بالاسئله وبالنكير ديالها. ولكن الحاجه الوحيده اللي كانت كتخفف عليا وهي عندي واحد البنيه اللي كنت كندوز معاها واحد الوقيت زوين، وكانت ذكيه تبارك الله رغم صغر السن ديالها، ولكن كانت ذكيه. وكانت سميتها امينه، وكنت كنحماق عليها بزاف حيت كانت هي الوحيده اللي كتنور عليا ديك الدار. اما بالنسبه لمراتي وولدي حسام كانوا بحال معاونين مع بعضياتهم عليا. جيتكم نيت انا الخوت وما عرفتوش شكون معكم بعدا. معكم خوكم مراد، وفي عمري هاد الساعه 30 عام، ومزوج وعندي بنيه ووليد. كما قلت لكم سميتهم حسام وامينه، ومراتي سميتها توريه. هاد المراه هادي تزوجت بها عن حب، وكنت كنبغيها واحد الحب كبير، وكنت انا وياها بزاف هاربين في الحب ديالنا، وما كنتش كتسحاب لي غير يخرج منا هاد الشي كامل. ولكن هذا هو الزواج من بعد حب، اغلبيه كيكون صداع ما بين الراجل والمراه. ما علينا الخوت، هذا ماشي هو موضوع قصتنا ديال اليوم. موضوع قصتنا ديال هاد الليله هادي هو موضوع رعب، واللي وقع لي في واحد النهار واللي ما كنتش كنتوقع هاد الشي هذا كامل. كانوا دازوا ايامات ديال الخدمه، وكان عندي جوج صحابي، صاحبي عمر وعادل، وهادو كانوا خدامين معايا في نفس الخدمه ديالي. دوزنا ديك الايامات كامله حتى لذاك النهار فاش كان عندنا الكونجي ديالنا، وقررت انا وياهم اننا نمشيو لواحد المدينه اللي كانت قريبه لينا، وكان فيها واحد الدار ديال صاحبي عادل كانت ديال الوالد ديالو، وقلنا نمشيو ندوزو تما العطله واحد اليومين ولا 3 ايام. وكانت هي قريبه للبحر بزاف، نتبحروا وكان الجو زوين نيت، كان سخون ديال البحر. اتفقنا على اننا نمشيو وصافي، قلنا غدا ان شاء الله نتحركوا. وكان صاحبي عادل عنده الطوموبيل ديالو. مشيت دوز ديك الليله مع مرتي وولادي ونفس النقير هو حتى لواحد الوقيته قلت لها توريه انا غدا غادي مع الدراري صحابي. ملي سمعت هاد الشي هذا ما نقول لكم شنو قالت. بقات عليا علاش غادي تمشي وشنو غيديك وتخلينا حنا وتمشي مع اصحابك، ولكن حاولت نقنعها ولكن مع من كتهضر. قلت لها صافي نعسي دابا غدا يكون خير. نعست ديك الليله وفقت الصباح بكري قبل ما تفيق هي. فقت كانت سلت، لبست حوايجي وخرجت من الدار. مشيت فطرت غير في واحد القهيوه باش ما نسمع الصداع ديالها على داك الصباح، وكنا متفقين داك الصباح غادي نمشيو. بقيت جالس في القهيوه حتى صباح الحال مزيان. صونيت على صاحبي عادل وقلت له فين؟ قال لي انا واجد وانت؟ قلت له انا واجد، فين نتلاقاو؟ قال لي انا غندوز على عمر ونجي عندك. فينك؟ قلت له انا في ديك القهيوه المعلومه اللي كنجلسوا فيها ديما. قال لي صافي اخويا انا نجي عندك دابا شويه. بقيت جالس تقريبا شي 4 ساعات شاد الويفي ومستوني حتى جا عندي بالطوموبيل ديالو عادل وعمر. ركبت معاهم وتحركنا لديك الدار، واللي كانت بعيده علينا ديك المدينه اللي فيها تقريبا شي 20 كيلومتر، وما كانتش بعيده بزاف. بقينا غادي نشعل الاغاني في الطريق، وانا عارف مراتي غتكون معصبه عليا وحيت درت لها هاد القالب هذا. بقينا غاديين حتى وصلنا لديك الدار، ولكن الغريب في هاد الدار هادي هو انها جات غير في الخلا وجات بعيده على الديور الاخرين، وكانت قريبه بزاف للبحر. تقريبا كتقطعي واحد الشارع
وها انت في البحر. وصلنا وصاحبي عادل اللي كان عنده السوارد ديالها حلها وتسمع داك الصرير ديال الباب، واحد الصرير اللي خلعني بزاف، وعرفت ان داك الشيء ما غاديش يدوز عادي. حل الباب ودخلنا، وكانت مغبرة شوية ولكن كانت مفرشة بكلشي ديالها، حيت هي في الاصل ديال الوالد ديالو، والوالد ديالو مكيستعملهاش حيت هو ساكن في العاصمة وهو لاباس عليه، عكسنا حنا اللي عاديين. دخلنا وجلسنا في الصالون ديالها، وكانت بيناتنا واحد الطبلة. صاحبي عادل قالنا الدراري انا البارح ما نعست مزيان، هانتوما جلسوا هنايا وتفرجوا في التلفازة، انا غنمشي نعس شويه في البيت ديك الساعه ورجع عندكم. قلت له خذ راحتك اخويا عادل. مشى عادل دخل البيت قدامنا وسد عليه الباب، بقيت انا وعمر جالسين وكنتعاودوا بيناتنا، هو كيعاود على المشاكل ديالو وانا كنعاود على المشاكل ديالي. داز النهار وعادل باقي ما فاقش، تقريبا وصلت شي وقت المغرب وكان ظلام الحال، حتى لواحد اللحظه نضنا من داك المكان هذاك. ولكن الحاجه المرعبه في هذا الشيء هو ان داك الصالون اللي كنا جالسين فيه ما بقى الصالون، ولكن رجع بيت عادي وما عندوش الباب، وهذا هو المصيبه الكبيره. في هذه اللحظه هذه عرفنا اننا طحنا في الفخ ديال الجن، وهاد الدار هذه ما كانتش عاديه ولكن كانت دار مسكونه. بقينا كنغوتو ولكن حتى واحد ما سمعنا، بقينا كنسمعوا شي ضحك وشي همسات خفيفه ولكن ما عرفناش المصدر ديالها منين جا، وما كنشوفوا حتى حاجه قدامنا من غير 4 الحيوط دايرين بينا وما عندهم حتى شي باب. حتى لواحد اللحظه طفى الضو، ملي طفى الضو بقينا جالسين وخايفين، قربنا عند بعضياتنا وبقينا كنتسناو شي حاجه توقع. حتى لواحد اللحظه ورجع الضو شعل، ولقينا صاحبي عادل واقف قدامنا واللي هو كان ناعس وكان باقي ما فاقش. ولكن كيفاش تدخل هنايا ياك الباب ما كاينش؟ شاف فينا بواحد الشوفه اللي مستغربه، وقلنا مالكم الدراري؟ قلنا له ما شتي والو ما سمعتي والو، ومين دخلتي انت اصلا؟ قالنا انا جيت من بيتي دابا. وكيفاش هاد القضيه شنو كتقولوا؟ في هاد اللحظه هادي عاد شاف موراه وشاف قدامه ولقى داكشي فعلا، لقى 4 الحيوط وما كاين حتى شي باب كاع. جا جلس حدانا وبدا حتى هو خايف. قلنا له عادل اشنو واقع في الدار ديالكم؟ واش مسكونه ولا شنو هادشي كامل اللي كيوقع؟ قالنا انا براسي ما عرفتش، والله ما عرفت هادشي شنو كيوقع. انا فراسي ان الدار مسكونه ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه هادي، حيت فايت لي جيت لها ماشي اول مره كنجي لها. قلت له اش داك عادل تجيبنا هنايا يا صاحبي؟ ملي انت عارفها مسكونه وانا عارفني كنخاف من هاد الجن، علاش جبتينا هنايا اصلا؟ قال لي دابا ما عندنا ما نديرو، شي واحد فيكم يجبد التليفون ديالو ويشعل القران لعل وعسى نتفكوا من هاد الشيء. خشيت يدي في جيبي ولكن هنا كانت الصدمه، ما لقيت لا تليفون ديالي لا والو، والدراري كاملين خشاو يدهم في جيبهم ما لقاو حتى حاجه. تفكرنا واحد القصه اللي كانت وقعت لشي ناس دخلوا لواحد الكهف وتسد عليهم بواحد الحجره، وكل واحد فيهم ذكر واحد العمل زوين قام به وتحل عليهم. تفكرت انا هاد القصه وقلتها للدراري، وقلت لهم يلا الدراري كل واحد فيكم يقول شي حاجه وقعت له زوينه ودارها زوينه لعل وعسى يتحل لنا هاد الشيء. ذكر صاحبي عادل واحد الموقف زوين وانا كذلك وصاحبي عمر كذلك، ولكن حتى حاجه ما وقعت والامر بقى هو. حتى لواحد اللحظه هضر صاحبي عادل وقال اش بالكم الدراري؟ كل واحد فينا يقول موقف دارو خايب مع شي واحد، ويقدر العكس، خاصنا نقولوا شي موقف خايب باش انه يتحل علينا هاد الشيء. هنا هضر عمر وقال خويا مراد انا درت لك واحد الحاجه اللي كنتمنى تسمح لي عليها، وهي حاجه خايبه بزاف. يلا جاي يكمل كلامه. في هاد اللحظه هادي كنسمعوا بحال شي حاجه طاحت من السما، وكنسمعوا شي اصوات اللي غريبه بزاف. ما بقيت انا عاقل على راسي حتى تغمى عليا. فقت ولقيت راسي في نفس البلاصه، ولكن هاد المره اجواء عاديه، وكانوا صحابي بجوج ناعسين فوق السداري اللي حدايا. فيقتهم وقلت لهم واش عقلتوا على داكشي اللي وقع؟ قالوا لي واه، ولكن حتى حنا تغمى علينا وما فقنا براسنا حتى لقينا راسنا هنايا. نضنا بالزربه، جمعنا دوك الحوايج اللي جبنا معانا وخرجنا، ركبنا في الطوموبيل ديالنا ورجعنا. ومن هاد النهار هذا انا بالذات قدروا نقولوا بدات ساعه الرعب ديالي. من داك النهار
وانا كنشوف شي كوابيس مرعبه، وكنشوف واحد المراه كتوقف عليا ديما في المنام وكتقول لي اش داكم داك النهار تجيو لديك الدار. والفكره ديال انك تسافر لشي مدينه اخرى كانت ديالك وانت غتحمل المسؤوليه، حيت ديك الدار كانت في الملك ديالنا وانت اقتحمتيها، وكان الملك ديالها هو ملك من ملوك الجان وانت اقتحمتيها عليه انت وداك صاحبك واخا هو مول الدار، ولكن انت اقترحتي الفكره انك تجيو لديك المدينه نيت ودابا تحمل المسؤوليه ديالك. مرت ايامات وحكيت هادشي لصحابي ولكن ما كانوش كيتيقوا بيا. دوزت ايامات عصيبه حتى ديك المراه ولات كتبان لي نيشان، ولات كتجي في الليل وكتبقى تخنقني وانا حدا المراه ديالي، ولكن المراه ديالي ما كدي ما تجيب. دوزت ايامات اللي كرهت فيها حياتي، وحتى الخدمه ديالي وليت كنغيب منها بزاف حتى جراو عليا منها. دوزت تقريبا شي شهر مور هادشي وجراو عليا من الخدمه، وليت ضعيف في صحتي، وليت ديما داكشي تابعني، الكوابيس ديما. واغلب المرات كنت كنوض للطواليط كنلقاها كتسنى فيا وكتعذبني واحد العذاب شديد. حتى لواحد النهار وقلت لها شنو بغيتي عندي يا لاله، انا ما درت لك حتى حاجه وانا ما درت شي حاجه اللي تاذيك. قالت لي انت درتيها وانا غنعذبك حتى النهار تموت فيه وما غاديش نعتقك. بقات كتعذبني عذاب شديد حتى لواحد النهار مشيت حكيت هذا الشيء لمراتي، وفي الاول بقات كتعاير فيا وكتقول لي اش داك تمشي لديك الدار اللي هي مهجوره وشحال هادي ما تسكنات. وقلت لها راه صحابي اللي قالوا لي نمشيو تما. بقات في الاول كتعاير ولكن قالت لي انا عندي لك الحل، غنشوف لك واحد الراقي كتعرفو صاحبتي كتمشي عنده ديما هو اللي غادي يشوف لك الحل. في الاول انا ما كنتش مآمن بهاد الفكره ديال الراقي حيت ما عمري عرفت هاد الفكره هادي، ولكن ما عنديش حل اصلا. دوزت شي ايامات وانا باقي في العذاب وكنتسنى مراتي شي نهار تجي عندي وتقول لي يلاه نمشيو عند الراقي حتى لذاك النهار الموعود واللي كان الغد لي غتجي تقولها لي. جات عندي ديك الشيطانه في الليل وقالت لي ما عندك ما تقضي، وخا تمشي عند الراقي وخا تمشي فيما مشيتي انا معاك والزمن طويل. واختفات. نعست ديك الليله وانا خايف وكنقول شنو بغى مني هاد العالم هذا، وانا ما دخلتلوش بخاطري وما درت حتى حاجه اللي تخليني ندخل ليه. فقت الصباح وجات عندي مراتي وقالت لي يلا نمشيو عند الراقي راه عرفت فين جا. قلت لها واخا لبس حوايجي ونمشي معاك. لبست حوايجي ومشينا، جدينا طاكسي ووصلنا لديك البلاصه اللي فيها الراقي. دخلنا عنده وجلسنا. مراتي عاودت له داكشي اللي كاين وقال لي تكا ولدي. بقيت متكي وبدا كيقرا عليا القران، كيقرا ويقرا حتى لواحد الوقيته كنحس براسي بديت كنفقد الوعي ديالي. ما عرفتش شحال داز ديال الوقت. من بعد فقت وقلت له شنو واقع. قال لي ولدي حالتك صعيبه بزاف. زاد خلعني. قلت له شنو واقع الفقيه، عافاك قول لي شنو كاين. قال لي يا ولدي انت ساكنك واحد الجنيه واللي هي بنت الملك ديال الجان وصعيبه ولدي باش تخرج منك. حاولت معاها وحاولت وفي الاخر شنو قالت لي ولدي، قالت لي الا بغيتيها تخرج منك خصك تخرج من هاد المدينه هذه اللي انت فيها وتجي تسكن في شي قريه وما تسكنش في مدينه اخرى. هذا هو الحل ولدي اللي كاين هاد الساعه. قلت له ما يمكنليش انا نهجر مدينتي وهاد المدينه من الصغر وانا مربي فيها، ما يمكنليش نهجرها. قال لي يا ولدي هذا هو الحل، حيت هي انت اديتيها على ما قالت وقتلتي لها شي واحد في ولادها، وهذا هو الانتقام ديالها. الا ما خرجتيش من هاد المدينه هادي غتبقى حتى تقتلك. احسن حاجه ولدي دي ولادك ولا سير بوحدك ويبقاو هما مره يجيو عندك وما تخرجش من ديك القريه وتجي لهاد المدينه هادي. هذه هي نصيحتي ليك يا ولدي. ما كانش عندي حل اخر من غير انني نقبل. خرجت من عنده وانا حاني راسي وما حاملش هادشي اللي سمعت. مشيت للدار وجمعت حوايجي وتحركت للعروبيه واللي كان فيها العم ديالي واللي كان هو تما عنده مزرعه وكيدير هادشي ديال الفلاحه وديال تربيه الماشيه. مشيت عنده وحكيت له ليستوار كامله وبقيت فيه. ولادي خليتهم في الدار من بعد ما ودعتهم وقلت لهم مره يجيو يشوفوني، وما كانش لي صرف عليهم. كانت مرتي غتمشي تخدم مسكينه وتجيب باش تصرف، حيت ما يمكنليش ولادي نجيبهم من العروبيه حيت هما كيقراو وما يمكنليش نخرجهم على مستقبلهم.
بقيت جالس في العروبيه، والحمد لله مع الايامات ما بقات كتبان لي حتى حاجه، وليت عايش حياتي عادي، وحتى صحتي رديتها. من بعد مرور شهر على هذا الشيء وليت خدام مع عمي، وليت كنقابلو الزريبه ديالو، وكنوكل البهايم وكنكس الزريبه وكل شيء. حتى لواحد النهار من الايامات واحد الكلب كان مديرونجيني بزاف، كان ديما كياكل لي الدجاج، وبعض المرات ما كياكلوش غير كيقتلوه يمشي. هاد الكلب ديرونجاني بزاف، وكنت ديما كنمشي نجري عليه وكيرجع وكانه ما كيخاش مني. فهاد اللحظه هادي تفكرت على انه يقدر يكون من الجن، ويقدر تكون بصيفته هي، او لا تكون هي براسها متبدله في صيفته. واحد النهار من الايام حتى جا داك الكلب مع وقيت تقريبا ظهور، مشيت عنده قلت له كنسالك بالله الا كنتي جني بعد من الدجاج ديالي، ولكن والو ما داهاش فيا. بقيت كنحاول نضربه بالحجر وكيهرب، ولكن غير كنتفاوت وكيرجع. حتى النهار التالي حاولت باش نقتله، وقررت على انني نقتله حيت ضيعني بزاف، وداك الشيء اللي كنت كندير مع عمي كان عندي فيه واحد النصيب، وتقريبا كاع نصيبي كيديه لي، ما كيخلي لي والو. في داك النهار كانت تقريبا وقيت العصر، هزيت واحد الحجره كبيره وصيفتها له راسو، طاح هو هذاك، قتلته، اديته لواحد البلاصه بعيده ورميته تما. صافي رجعت بحالي للدار وانا فرحان، كنقول تهنيت من داك الكلب واللي كان مضيعني في الدجاج اللي كنت كنربي مع العم ديالي. رجعت ديك العشيه ومشيت تلاقيت مع شي صحابي درتهم في ديك العروبيه، ودوزنا ديك العشيه مزيانه حتى الليل. وانا راجع في الطريق حتى لواحد اللحظه كنشوف شي عينين كيلمعوا، وكانوا كيشوفوا فيا من بعيد. تشوك لحمي عليا وقلت ما عرفت شكون هذاك، عندك تكون ديك خيتي. رجعت عندي وبقيت كنزرف في الطريق، وكنحس بشي خطوات تابعيني، ولكن ما قدرتش ندور حتى وصلت للدار. ملي وصلت للدار حليت الباب ودخلت، وما شفت شكون مورايا. تكيت في بلاصتي وبقيت كنخمم وكنقول شكون غيكون تابعني، وعندك هاد الليله تبان لي ولا شي حاجه. وانا كنفكر حتى داني النعاس وغلب عليا، وانا ناعس حتى كنحس بشي يد كتقيس لي كتفي. فقت وانا باقي مقتول بالنعاس، حليت عيني ولقيت جوج ناس، والشكال ديالهم كيخلعوا بزاف، واحد من اليمين واحد من اليسار. هزوني من كتافي وجروني بقوه وربطوني بواحد الكرده من يدي اللور، وبداو غاديين بيا وانا ما عارفش راسي فين غادي. بغيت نغوت ولكن ما قدرتش. خرجوني من الباب ديال الدار ديال عمي وركبوني فوق واحد الدابه عجيبه، دابه عندها جناح وعندها النياب خارجين. ركبنا فوق منها، وديك الدابه بدات غاديه بواحد السرعه اللي ماشي عاديه. بقات غاديه حتى وصلت لديك البلاصه اللي لحت فيها داك الكلب. ديك البلاصه نيت تحل واحد الباب كبير تحت الارض، ودخلنا فيه وبدينا هابطين، وانا ما كنشوف والو من غير دوك الرجال اللي بجوج كانوا راكبين حدايا. حتى وصلنا لبوابه تانية وتحلات عاود. بقينا هابطين تقريبا 7 البوابات. من وصلنا للباب السابع تحل. في هاد اللحظه هادي شفت واحد القضيه غريبه، شفت مملكه كبيره بزاف، والمباني ديالها غراب، ما كينتميوش للعالم ديال البشر، والناس كيطلعوا علينا من الشراجم ديالهم وكيغوتوا، ولكن ماشي ناس عاديين. كان الصور ديالهم مشوهه، وفي الكلام ديالهم هضره وحده كيقولوا خاصو يتعدم، عدموه. هذه هي الهضره ديالهم، وانا ما عرفتهمش علاش كيهضروا، واش عليا ولا على شي واحد اخر، ولكن الهضره باينه عليا حيت كيشوفوا لي في وجهي وكيقولوا هاد الهضره هذه كامله. بداو غاديين بيا دوك الناس فوق ديك الدابه، والناس كيرجموني، كل واحد باش كيضرب، شي كيضرب مطيشه، شي كيضرب بطاطا، وكل واحد باش كيضرب اي حاجه واحد عنده في الدار كيضرب بيها. حتى وصلنا لواحد القصر كبير وواسع بزاف، وصلنا له وتحل الباب الكبير ديالو ودخلنا، وكان واعر من الداخل، وكان فيه شي زخارف اللي في شكال. حتى وصلنا لواحد القاعة كبيرة. في ديك اللحظة لقينا واحد السيد عظيم الشان
وجالس على واحد العرش، ووقف. ودوك الناس اللي كانوا معايا قالوا لي اركع للملك. ركعت له صحة مني، حيت هما اللي ركعوني. نط مركوعي وقال لي ما تخافش وما تدهش، حنا غادي نحكموا عليك بشرع الله، وحنا راه مسلمين ماشي كفار. انت درتي الذنب ديالك وغادي تحكم عليك بالشريعة الإسلامية، كاع ما تخافش. وقلت له انا شنو درت؟ قال لي دابا بلا ما تبقى تسول حتى تمشي للمكان ديال المحاكمة وغادي تحكم عليك تما وغتعرف شنو درتي. قبل ما نهضر هزوني دوك الجوج وجروني وداوني خرجوني من القصر وداوني لواحد البلاصه اللي كيسميوها المحكمه، وكانت كبر من داك القصر ديال داك الملك. حتى وصلنا له ودخلنا. في هاد اللحظه هادي جلست وخرجوا واحد الجوج، واحد في يدو رمح واحد في يدو سيف، ووقفوا حدايا. خرج واحد خينا اللي بصراحه واخا انهم الجن ولكن ارتاحيت له بزاف، وما عرفتش علاش ارتاحيت له. انا مخلوع وفي نفس الوقت ارتاحيت له. جاو وجلس على داك الكرسي ديال الحكم وقال دابا غتبدا الجلسه ديال المحاكمه. شاف فيا وقال المتهم يوقف. انا غير مخلوع وجالس في بلاصتي. جاو دوك الجوج اللي في يدو سيف واللي في يدو رمح وقفوني، وقال لي داك القاضي واللي كان كيدوي بواحد اللغه اللي شويه ما مفهوماش، قال لي واش انت اللي قتلتي ولي العهد واللي هو ولد الملك، واللي قتل في الاسلام خصو يتقتل، حيت الله كيقول في القران النفس بالنفس، وحنا غادي نقتلوك. قلت له انا ما قتلت حتى واحد، علاش غادي تقتلوني؟ قال لي واش مأكد انك ما قتلتي حتى واحد؟ قلت له مأكد انني ما قتلتش بشر، ولكن البارح قتلت واحد الكلب. في هاد اللحظه هادي شاف فيا وقال لي هذاك هو ولي العهد اللي قتلتي، والان غادي تحاكم عليك انك حتى انت تموت نفس الموتة ديالو، وغادي نقتلوك ونقطعوا لك راسك. قلت لهم علاش غتقطعوا لي راسي؟ انا داك الكلب كان مآذيني وكان كياكل لي الدجاج ديالي، وكيفاش ما بغيتونيش نقتلو؟ انا قبل ما نقتلو اصلا قلت له كنسالك بالله الا كنتي جيني تبعد لي من الدجاج ديالي، ولكن هو ما داهاش فيا. جاوبني وقال عندك شي شهود على هذا الشيء؟ قلت له ما عنديش شهود، ولكن عندي الله سبحانه وتعالى اللي شاهد على هذا الشيء كامل. قال لي حنا هنا كنديو بالدلائل وبالشهود، الا ما كانش عندك شاهد هنا غادي تكون بحال كتكذب علينا وغادي تقام عليك القصاص. يلا جيت نهضر ما خلانيش نكمل هضرتي، وشار لدوك الجوج انهم يديوني للسجن حتى الغدا ويتقام عليا القصاص. مشيت ديك الليله للسجن وسدوا عليا الباب، وبقيت جالس وكنخمم وكنقول شنو درت انا في حياتي باش يكون النهايه ديالي بحال هكا، وانا ما قتلت حتى واحد من غير انني قتلت كلب واللي كان مجرد كلب عادي، وانا ما ظنيتوش على انه يكون مجنون. دوزت ديك الليله فايق والناس مبغاش يجيني، حتى لواحد اللحظه كنشوف واحد خيتي واقفه في القن ديال ديك الزنزانه، وكانت هي هذيك الجنيه اللي كانت كتجيني ديما. جات وقفت حدايا وقالت لي هاد النهايه هادي هي اللي كنت باغيها لك، وداك الكلب راه كان ولي العهد وكان ولد الملك اللي هو عدو ديال القبيله ديالنا، وانا عجبني الحال اني قتلتيه، ولكن عجبني الحال اكثر مني غادي يقتلوك انت، وغادي تكون هذيك هي النشوه ديالي وهذيك هي الفرحه ديالي. وقلت لا محشوماش عليك، انا ما درت لك حتى حاجه، علاش درتي لي بحال هكا؟ قالت لي لا انت ماشي ما درتي لي حتى حاجه، ولكن انت قتلتي لي ولدي، ولدي كان عزيز عليا، وداك النهار ملي دخلتي داك الدار درتي واحد الحركه وقتلتيه. قلت لها سمحي لي واتقيني من هادشي هذا كامل. قالت لي ميمكنليش نسمح لك، وحنا ضروري خصنا ننتقموا منك حيت انت اذيتيني وحرقتي لي كبتي واللي هو ولدي. يلا جيت نهضر واختفات. بقيت كنبكي وكنتحسر على هادشي كامل اللي وقع لي، وما درت انا حتى حاجه منه حتى صباح الصباح. وكان داك النهار غادي يكون القصاص ديالي، وكنت غادي نمشي فيها وغادي نموت وغادي يقطعوا لي الراس ديالي وما غاديش نرجع عند ولادي. وجا داك السياف حل داك الباب وخرجني وداني لواحد الساحه كبيره وطلعني على المنصه وجلسني فوق واحد الكرسي وربط لي يدي مور ظهري. جا داك القاضي وجا الملك وكانوا غادي يشاهدوا القصص ديالي.
كلشي تجمع، وكان كلشي كينادي على انني نتعدم. حتى لواحد اللحظه هز داك السيف ديالو وبغى ينزل عليا. يلاه بغى ينزل عليا بالسيف ديالو، حتى سمعنا واحد الغوته جايه من وسط داك الحشد اللي كان تما. كان واحد الراجل شارف وكان غالبا منهم. قال لهم ما تقتلوش بلاتي. كلشي بدا كيشوف فيه وهو جايب العكاز ديالو، وكان راجل كبير بزاف. قال لهم انا عندي واحد الشهاده وانا شاهد، هذا الراجل هذا بريء، والولي العهد انا في ديك اللحظه اللي قتلو كنت معاه وكان مثل في صيفة كلب. وقال له انا سالتك بالله الا كنتي جيني تبعد مني ومن المال ديالي، ولكن هو ما داهاش فيه وبقى معاند. وهذا الراجل راه دافع على المال ديالو واللي كان هو منه كيترزق الله. في هذه اللحظه هذه سمع القاضي الشهاده ديال داك السيد، وقال داك السيف صافي حيدوا عليا داك الرباط وداوني للقصر ديال الملك. طعموني مزيان وكرموني وطلبوا مني السماحه على الظلم اللي كانوا غادي يرتكبوه في حقي. وفي هذه اللحظه هذه عرفت ان الجن ما فيهمش الظالمين، ولكن فيهم حتى المسلمين واللي كيامنوا بشرع الله وكيطبقوه. كرموني مزيان وعطاوني واحد الكادو اللي كان نافيس بزاف، وكان هذا الكادو هو واحد القلاده ديال الذهب. وقال لي الملك هذه هديه مني ليك، وكانت ديال ولدي ولي العهد اللي مات، وهو كان ظالم حيت هو ظلمك، وهذه تستاهل انت في بلاصتو. عطاها لي وفرحت بها بزاف، وقلت له كيفاش دابا غادي ندير نرجع للقريه اللي كنت فيها. قال لي غادي ترجع غيكون هاني. جابوني نفس الدابه اللي طلعت فيها هذيك المره، وجابوني فيها دوك الجوج، ولكن هاد المره قالوا لي غتمشي بوحدك. وقلت لهم كيفاش غادي ندير نتحكم فيها؟ قالوا لي هاد الدابه ماشي دابه عاديه، ولكن دابه كتاكل اللحم. غنعطيوك 7 القطعات ديال اللحم، وكل قطعه غتوصلك الباب من دوك الابواب اللي دزتي منهم، وملي توصل للباب السابع ما تعطيهاش ديك القطعه حتى تخرجك منه وتوصلك للدار ديالك. هذه نصيحه. عطاوني دوك 7 القطع ديال اللحم وركبت على ديك الدابه وودعتهم. عطيتها القطعه الاولى ديال اللحم وبدات غاديه بيا واحد السرعه خياليه، وحلات الباب الاول ودخلت منه، واشرت لي باش نعطيها القطعه ديال اللحم. عطيتها الثانيه وكذلك. وصلنا للباب السادس وعطيتها القطعه السادسه. يلا خرجت منه، ولكن هاد المره ما اشراتش ولكن تكلمات وقالت عطيني قطعه ديال اللحم. قلت لها حتى توصلي للباب السابع. قالت لي لا عطيها لي دابا، وانا كنعاهدك انني غنوصلك حتى للدار. انا صراحه ثقت فيها وعطيتها هذيك القطعه اللي بقات وكانت هي الاخرى. كلاتها وبدات غاديه حتى وصلت للباب السابع، وقبل ما تدخلوا وقفات. قالت لي ضروري خصك تعطيني قطعه. قلت لها عطيتك قطعه وهي اللي كانت باقه، ودابا منين نجيب لك قطعه ثانيه؟ قالت لي ماشي شغلي. قالت لي هذا الباب ما يقدرش يتحل الا لو عطيتيني قطعه ديال اللحم. قلت لها انا ما عندي من نجيبها لك. قالت لي عندك حل واحد، وهو انه تعطيها لي من اللحم ديالك. كيفاش نعطيها لك من اللحم ديالي؟ واش انت حمقى ولا شنو؟ قالت لي اما تعطيها لي من اللحم ديالك ولا غتبقى هنايا حتى غادي تموت، وما كاينش اللي غيجيب خبارك. بقيت كنخمم ونخمم وكنقول كيفاش غادي نقدر نقطع اللحم ديالي باش نعطيها لهاد الدابه هادي. واش داني ما نتبعش النصيحه، ما كانش عليا نعطيها القطعه السابعه حتى تخرج بيا من هذا النفق هذا. قلت لها كيفاش غادي نقدر نعطيك اللحم ديالي؟ قالت لي غتجيب غير الدراع ديالك وغادي نعض منه قطعه ديال اللحم، وغادي تصبر باش انك توصل للدار ديالك. ما كانش عندي خيار من غير انني ندير هذا الشيء، ولا غادي نبقى هنا حياتي كامله. نزلت نفوق منها ومشيت قدامها وعطيتها الدراع ديالي وعضت منه، وبقيت كنتألم ونغوت حتى شفت في دراعي لقيت غير العظم بلا ديك العضله ديالو، وديك العضله كانت كلاتها كامله. في ديك اللحظه حيدت تريكويا وربطت به ديك الجرحه باش انها ما تبقاش تنزف بزاف. ركبت فوق منها وتحل الباب ووصلتني حدا الدار ديالي. نزلت واين فوا شفت فيها اختفات. دخلت للدار ديال عمي وداك البيت اللي كنت كنتكا فيه وتكيت وحاولت ننعس. فقت الصباح، ولكن الحاجه الغريبه
لقيت يدي عاديه وما فيها حتى جرحه ومقطع منها حتى حاجه. بقيت كنفكر داكشي كامل اللي وقع لي الليله اللي فاتت، وكل شيء كنت باقي نفكره كما هو، ولكن هادشي كامل الخوت كان غير حلمه وما كانت منه حتى حاجه صحيحه، من غير انني قتلت الكلب فعلا، والكلب كان عادي. والحاجه اللي خلاتني نحلم هادشي كامل هو ان دوك العينين اللي شافوني البارح وكانوا تابعيني. بهادشي هذا حلمت هادشي كامل من الخلعه ديالي اللي كنت مخلوع في الليل، وما عرفتش هادشي واش غيتبعني بصح وغيوقع لي بصح، وكانت شي حاجه كتندرني باش ما يوقع ليش، ولا عادي غيكونوا غير احلام ديال الشياطين وصافي. نتوما شنو في نظركم الخوت؟ واش هادشي كينظروني به ان داك الكلب غيكون ولد شي ملك ديال الجن ولا كيفاش؟ دوزت ايامات عاديه حتى لواحد النهار جاو عندي ولادي ومرتي وفرحت بهم بزاف، وبديت كنكبر الثروه ديالي واللي كانت مع عمي. درت واحد الدويره تما في العروبيه وكان ولادي غاديين كيقراو. تا لحق الصيف ودوز معايا داك الصيف زوين، وبقينا غاديين وعايشين حياتنا، وما رجعتش لديك المدينه لحد الساعه، وكنت وحشها بزاف. وفي نظركم الخوت واش نمشي ونغامر بحياتي ولا ندوز حياتي كامله في هاد العروبيه هادي؟ عطيوني رايكم.